فنيا وأيضا جماهيريا والأرض هو أنا تسألني عن أفضل 3 رؤساء في الصيف، أفضل 3 رؤساء أندية، أفضل 3 رؤساء أندية في الصيف. في رئيس بسبب الدعم اللي يجده، اللي هو رئيس نادي الفيحاء أعتقد سعود الشلهوب. أيوة. بسبب الدعم الكبير، يعني أي شخص لو كان عنده هذا الدعم، وش الأفضلية طيب؟ الميزانية، إنه دعم يجي صار ما أفضل فهمت رئيس. فكرتي. لا إنه تجهيز فريق، تجهيز فريق. أنا قصدي في الصيف أفضل رئيس جهز فريقه طبعا سعود الشلهوب بتسبيب عندي أنا الدعم. نواف بن سعد يعني فريقه يحقق البطولات، وثم على طول هو في تحقيق البطولات تعاقدات، هذا أيضا تحسب لي من نواف بن سعد. الثالث اللي كان الكثير من الزملاء يراهنون على أن فيصل بن تركي مارس لعبة كبيرة في قضية عوض خميس كي يذهب بالحرج عن نفسه أمام الجمهور النصراوي والإعلام النصراوي في مسألة افتعال القضية ومسألة عدم التسجيل. ها هو يسجل ويسجل. أعتقد هؤلاء ال3 رؤساء هم أفضل 3 رؤساء في الصيف اللي اشتغلوا يعني بصفقات. أنا شفت لهم عمل. إيه بس سعود الشلوب طبعا بالدعم، يعني أنا لو كنت مكانه أكيد بوقع مع الكل، ما أخلي أحد. طيب